هلو، النهاردة هنتعلم ازاي نعمل عجينة الجروح. اول حاجة هنحتاجها هو النشا او الدقيق. انا عن نفسي بفضل النشا عشان النشا بيخلي العجينة تلزق ومش بتفرول. تاني حاجة هنحتاجها هو الفازلين، وبالنسبة للنوع فهو مش هيفرق كتير، اي نوع متوفر عندكم. تالت حاجة وهي اختياري وهو الفاونديشن. هنجيب طبق وهنحط فيه الفازلين. انا حطيت العلبة كلها وكانت حوالي 4 معالق او 4.5. حطيت عليهم 8 معالق نشا، وبعد كده ابتديت ان انا اعجن واشوف العجينه اتظبطت معايا ولا لا. في الاول بعجن بمعلقه، وبعد كده لازم بعجن بايدي عشان اتاكد ان كل حاجه اتدمجت في بعض كويس قوي. هنا حسيت ان العجينه لسه ملزقه شويه فحطيت لها شويه نشا. انتوا بقى بتظبطوا، لو حسيتوها انها ملزقه بتحطوا لها نشا، لو حسيتوا انها نشفت منكم شويه فبتحطوا لها فازلين. ده شكل العجينة لما خلاص ظبطتها، وزي ما انتوا شايفين مش بتلزق في ايدي ولا حاجة وماسكة نفسها، وفي نفس الوقت مش ناشفة، يعني هي ماسكة نفسها وطرية. وهنا انا قسمت العجينة نصين، هلون نص وهسيب التاني مش متلون لان انا بالنسبة لي بحتاج الاتنين. هنبتدي ان احنا نفتح فتحة زي كده، يعني نعمل زي خرمة في العجينة وهنحط جواها الفاونديشن. بعدها هنعجن العجينة كويس. لما هنعجنها بالفاونديشن هتطرى شوية فهنضطر نحط لها حبة نشا عشان نظبطها من تاني. وبس ده الشكل النهائي للعجينة. هتلفوهم في اكياس وهتحطوهم في علبة مقفولة، وحرفيا هيقعدوا معاكوا سنين من غير ما يحصل لهم اي حاجة وهيبقوا كويسين. ولو عايزين تعرفوا ازاي بنستخدمهم وبنستخدمهم في ايه، ما تنسوش تعملوا فولو عشان تشوفوا باقي السلسلة، وما تنسوش تعملوا لايك وكومنت عشان اكمل لكم في باقي السلسلة والفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد من الناس. بس كده، مع السلامة.